أولادك أمانة، وإنتي مصدر المعلومات الآمن ليهم، وأكيد لازم تكوني مفهماهم ومعرفاهم كل التطورات اللي هتمر في حياتهم. علشان كده أنا حبيت النهاردة أعملك الفيديو ده اللي هنتكلم فيه عن أولادي اللي عندهم من 9 ل10 سنين. هل أحذرهم من العادة السرية ولا أستنى ومحذرهمش؟ كملي الفيديو للنهاية علشان إن شاء الله هنتكلم في الموضوع المهم ده، وهيكون فيه معلومات هتفيدك بإذن الله. وياريت لو لسه مشتركتيش في القناة تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد. في فيديو النهاردة هنتكلم عن العادة القبيحة أو العادة السرية، وهل أحذر أولادي من الجنسين في سن 9 ل10 سنوات وفيما فوق ولا ما حذرهمش؟ طبعا احنا العادة السرية بقت منتشرة جدا، ودايما بشوف أمهات بتسأل وبتستفسر ومش عارفة أنا أولادي هل بيعملوا عادة سرية أو وليهم تصرفات، هل دي عادة سرية أو مش عادة سرية؟ طيب طبعا الدنيا مفتوحة والأولاد في إيديهم تليفونات، ولو مش معاهم تليفونات فأصحابهم معاهم تليفونات. طبعا لو انتي بتسيبي اولادك قدام مثلا الكرتون او قناة نتفليكس يعني بالاخص، فهي قناة قبيحة جدا وبتفتح عينين الاولاد، فياريت اننا ناخد بالنا من الحاجات اللي بيتفرج عليها الاولاد. كمان احنا بنلاقي دعوات على السوشيال ميديا ان العادة السرية دي مش لازم تكون سرية ولا تكون مذمومة، فهي زي الاكل والشرب والتنفس، حاجة من حاجات الجسم الطبيعية ولازم نصرفها ولازم نتعامل معاها وتبقى امر طبيعي جدا وما فيهاش اي مشكلة. ودي طبعا دعوة باطلة، ما ينفعش ان نسيب الكلام ده يكون قدام ولادنا او ولادنا يسمعوه. لازم نبقى دايما بنتكلم مع الولاد وشايفين دماغهم عاملة ازاي، وعلينا دايما اننا نحذر اولادنا من الكلام اللي بيشوفوه على السوشيال او اللي بيسمعوه او يدور حواليهم. في احصائيات بتقول ان من 80 ل 90% من الاولاد و50 ل 60% من البنات ممكن يكونوا جربوا الامر ده قبل بلوغ سن 10 سنوات. طبعا ده امر منتشر جدا، يمكن انت مثلا في المحيط اللي حواليك ممكن ما تلاقيش، يعني نادر جدا، لكن على مستوى واسع جدا وعلى يعني مستوى مصر مثلا او الوطن العربي هتلاقي ان في اولاد في السن ده جربوا، يعني جت معهم بالصدفة، حد قال لهم، يعني فالامر منتشر. ولو ان الطفل حس بشهوة فهيتعرف عليها حتى لو ما عندوش خبرة او محدش قاله من اصحابه، فممكن هو يكون يعني جت معاه صدفة وبدأ ان هو يعملها. طب الطفل بيبدأ في الشعور بالشهوة من سن كام سنة؟ بيبدأ من 9 ل10 سنوات، او يعني في بعض الاطفال من 11 سنة، بس يعني دلوقتي نتيجة الانفتاح ونتيجة الاكل ونتيجة كل اللي محيط بأولادنا، فتلاقي كده ان الأولاد بدأوا من 9 ل10 سنين بدأ عينيهم تتفتح شوية. فالأفضل ان احنا نحصن أولادنا، المفروض اننا نحصنهم علشان نعلمهم الحكم الشرعي واذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، لان كتير من الاطفال بيعملوا كده ومش عارفين الحكم، يعني بيعملوا العادة وهم مش عارفين، وفي منهم اللي بيستمر عليها حتى بعد معرفة الحكم الشرعي لان خلاص اتعلقوا بيها. طيب انا لو ما حذرتش ولادي وما فهمتهمش وما عرفتهمش ان الحكم الشرعي، طيب هم خلاص هيتعلموا منين؟ هيفهموا ازاي؟ فما ينفعش، لازم ان انا اكون بحذر ولادي ودايما في حوار بيني وبينهم ودايما بفهمهم ودايما بعرفهم. طيب ازاي هوعيه وفهمه؟ في فيديو انا عملته علشان التوعية، فان شاء الله هسيبه لكم في التعليقات او في صندوق الوصف باذن الله، هيفيدكم ان شاء الله. طيب لو بقى انا ما كنتش محذره ولادي، ما كنتش مفهماهم ووقعوا في مشكلة العادة السرية دي، هنتصرف ازاي؟ لو احنا اكتشفنا ان هم بيعملوا العادة السرية بس هم ما عرفوش، يعني هم ما عرفوش ان احنا عارفين، مفيش داعي للمواجهة.
وهنتكلم معاهم يعني كمناقشة كده، وهنتكلم في المشكلات عموما اللي بتواجه السن ده او بتواجه الشباب او كده، وبنقول بقى الأحكام الشرعية، وبنفهم وبنقول الأضرار المترتبة على الإدمان الموضوع ده، وبنتكلم بطريقة عامة. طيب لو هو عرف ان احنا عارفين، فلازم نظهر ليه الحزن والأسف، ونتكلم معاه باعتباره صديق، وما نصرخش عليه، ما نعنفوش، هنتكلم بطريقة شرعية وعلمية ونفهمه الأضرار. طيب في كلا الحالتين نشوف احنا ايه السبب اللي خلاه يلجأ لده. لو كانت المعاملة سيئة فنغير الطريقة، لو كان الجو الأسري فيه مشاكل ومفهوش استقرار فهو ده السبب، فنحاول نوجد حلول. ولو مفيش حلول فلازم اننا نعوضه ونخلي بالنا منه ونعوضه بالحنان ونذكره بالله سبحانه وتعالى. لو كنتوا على طول بتوصفوه ان هو فاشل، ان هو مش نافع، ان هو مش هينجح، يعني بتقارنوه باصحابه ومش حاسين ان هو كويس، فهنا ممكن يكون هو بيأذي نفسه وبيعاقبها. فواجب عليكم انكم تعتذروا لاولادكم وتبداوا معاهم صفحه جديده، وتعلوا عندهم التقدير لذاتهم وتحترموهم وتثقوا فيهم وتقربوا منهم وتحتضنوهم. لو كان في معاناه بالنسبه المدرسة، في مشكلات سخرية مثلا، اضطهاد، تنمر من زمايله في المدرسة، فهنا بنلجأ للأخصائي الاجتماعي أو الأخصائي النفسي في المدرسة علشان محدش يتنمر عليه تاني. طبعا لو كان في أصحاب سوء هم السبب اللي مخليينه يلجأ للموضوع ده، فلازم نقطع صلته بيهم تماما ونوجد له بديل وصحبة صالحة علشان نقدر اننا نعينه على ترك الأمر ده. وطبعا أولادنا في السن ده المفروض ان هم يكون وقتهم مشغول برياضة، حفظ قرآن، نشوف مواهبهم وننميها، ناخده ونخرجه للحدائق مثلا، نشوف له ورش مثلا أعمال ميكانيكية، نجارة، مخترعات، أي حاجات من الحاجات دي، ويعني نكون مهتمين بيه. طبعا بنخلي بالنا هو بيقعد في الحمام قد ايه، ونعلمه السنة، ونعلمه ان هو ينام على جنبه اليمين وما ينامش على البطن. كمان نخلي الولد يعني قريب من باباه، ونفصل طبعا الأولاد عن بعض، الولاد عن البنات، وهكذا. أولادنا محتاجين مننا إننا دايما نكون جنبهم وندعمهم ونفهمهم ونعلمهم ونقوي صلاتهم بالله سبحانه وتعالى، ونفكرهم برقابة الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن الله شاهدي والله ناظري الله معي. وكمان نعلمهم الحياء ونعرفهم دينهم ويحبوه ويكون داخل قلبهم. واهم حاجة اننا دايما نستعين بالله وندعي ان ربنا يحفظهم ويحفظ قلوبهم ويحفظ عقلهم ويرزقهم الصحبة الصالحة ان شاء الله. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وانكم تبقوا عارفين هتتصرفوا ازاي في كل مرحلة من مراحل عمر اولادكم، وان شاء الله ربنا يحميهم ويحفظهم ويكونوا احسن الناس ان شاء الله. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ويا ريت لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش انكم لو عندكم اي سؤال تسيبوه في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله، ولو حابين اي موضوع نتكلم فيه برضو اكتبوا لي في التعليقات. وما تنسوش كمان اللايك الجميل بتاعكم علشان الفيديو ينتشر ويوصل لناس كتير. كنت معكم ريهام حسن، اخصائي ارشاد نفسي واسري وتعديل سلوك للمراهقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.